مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة أسامة فارم. من المدهش رغم صغر حجم النحلة إلا أنها كائن خارق بامتياز، يموج من أجل الدفاع عن خليته، يتميز، يتعرف على الوجوه ويشعر بالحالات العاطفية، يؤثر في الكهرباء الجوية، ويعد حجرا أساسا في السلسلة الغذائية البشرية. ربما حان الوقت لتعرفوا 5 معلومات صادمة عن عالم النحل. أولا، النحلة تموت بعد اللسع، ولكن ليس دائما. يعتقد شائعا مما يشاع عن النحل أنها تموت فورا بعد أن تلسع الإنسان، وهذا صحيح جزئيا، لكنه يخص فقط نوعا معينا من النحل، وهو نحل العسل. عندما تلسع نحلة العسل إنسانا فإن شوكتها المسننة تعلق في الجلد، مما يضطرها إلى تمزيق جزء من بطنها لتطير، فتموت بعد وقت قصير. لكن المعلومة الصادمة هي أن أنواعا أخرى من النحل، مثل النحل الطنان أو النحل الغير اللاسع، يمكنها اللسع مرارا دون أن تموت. هذا يعني أن النحلة قد تلدغ أكثر من مرة إذا شعرت بالخطر. ثانيا، النحل يمكنه التعرف على الوجوه. من المدهش أن دماغ النحلة صغير جدا، بحجم بذرة السمسم تقريبا، لكنه يتمتع بقدرات هائلة. أظهرت الدراسات أن النحل يمكنه تمييز الوجوه البشرية بنفس الطريقة التي يربط بها الزهور بألوان وروائح محددة. إنه يستخدم نمطا مرئيا لتحليل ملامح الوجه، مما يسمح له بتذكر وجه معين. هذه القدرة تستخدم أيضا داخل الخلية لتمييز الملكة والعاملات عن الدخلاء. ثالثا، النحل يمكنه تذوق السعادة والحزن. قد لا يبدو للنحل عالما قد لا يبدو للنحل جهة أو عالم عاطفي، لكن الحقيقة المدهشة أن النحل يمكن أن يظهر سلوكا يشبه التفاؤل أو الاكتئاب. في تجربة علمية، عندما تم إعطاء النحل جرعة صغيرة من محلول سكري، أصبح أكثر استعدادا لاستكشاف الروائح الجديدة والتجارب، ما يشبه الشعور بالسعادة. أما النحل الذي تعرض للضغط أو الاهتزاز فأظهر علامات تشاؤمية مثل عدم الاقتراب من المحفزات الجديدة. العلماء يعتقدون أن هذه علامات تدل على وجود حالة شعورية بالسعادة أو الحزن عند النحل أو عند الحشرات بصفة عامة. رابعا، النحل يسهم في صنع البرق. في ظاهرة غريبة، وجد العلماء أن أسراب النحل يمكن أن تؤثر على الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي. فعندما تحلق أعداد ضخمة من النحل معا فإنها تحدث تغيرات في المجال الكهربائي قد تصل إلى تأثيرات مشابهة لتلك التي تسبق حدوث البرق في العواصف. هذه الظاهرة لا تزال قيد الدراسة، لكنها تكشف كيف يمكن لمخلوق صغير أن يحدث تأثيرا كبيرا في الطبيعة. خامسا وأخيرا، بدون النحل سيموت العالم جوعا. قد تبدو هذه الجملة درامية، لكنها مبنية على حقيقة علمية. النحل مسؤول عن تلقيح حوالي 75% من المحاصيل التي يأكلها البشر، مثل التفاح، اللوز، القهوة، الفراولة وحتى البصل. بدون النحل ستنهار الأنظمة الزراعية وستختفي أنواع كثيرة من النباتات التي تعتمد على التلقيح. الأسوأ من ذلك أن أعداد النحل في انخفاض مستمر بسبب المبيدات وفقدان المواطن الطبيعية لها، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي العالمي. أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة أصدقائي. إلى اللقاء في فيديو آخر في قناتكم أسامة فارم.